أهلا بكم في حلقة جديدة وتطبيق جديد من سلسلة شروحات تطبيقات. كل تطبيق بيكون فيه ميزة أو أكتر، بتكون مجانية المميز تقدر تحملها على تطبيق على موبايلك أندرويد أيفون. المميز إن هي مجانية وبتضيف لك حاجة أنت بتدور عليها أصلا. طيب، النهاردة معانا تطبيق اسمه هايبو كام. هايبو كام ده ما هو إلا تطبيق بلاك اند وايت. يعني ايه بلاك اند وايت؟ لو انت شخص بتحب التصوير، ففي نوع كده من الناس بتحب تصور الصور اللي هي النوار او اللي هي الهايبو كام، اللي هي بلاك اند وايت. طيب، المميز في ايه؟ هتقولي انا بفتح التطبيق، اي تطبيق بجيب الصورة واعملها بلاك اند وايت او اخلي الساتوريشن صفر. لا، هنا انت كده بتظلمني. التطبيق اللي معانا النهارده هو بيميزك انك انت في كل الافكتات بلاك اند وايت، في كل تفاصيل بلاك اند وايت، انك تضيف درجة ابيض درجة اسود. مش محتاج اشرح كتير. طيب، عشان نفهم أكتر ونعرف كل حاجة، إيه رأيك نروح للشرح ونرجع لبعض مرة تانية؟ المميز في التطبيق إن هو اللوجو بتاعه هو بيشرح عن التطبيق نفسه. زي إيه مثلا؟ كل اللي إحنا هنعمله إن إحنا نفتح التطبيق، وهنلاحظ إن أنا لو صورت مثلا صورة زي كده، هو أصلا بيصورها لي بالأبيض والأسود. فلو جيت عند الصور، أقدر إن أنا أحدد على الصورة نفسها وأعدل عليها ضغطة مطولة. تمام، خلينا ونضغط على الإعدادات اللي هي في النص قبل المسح. لاحظ إن هو بيجيب لي فلاتر كتير جدا. طيب، كلها أبيض وأسود، كلها أبيض وأسود بكل الدرجات اللي أنت ممكن تتخيل. طيب، تقدر تعدل على الفلتر اللي أنت هتختاره، تقدر تقص الصورة نفسها بجميع المقاسات، تقدر لو عاوز تظبط زوايا، تضيف طبقة لون أبيض. طبعا أنت كل ما هتبقى مهتم أكتر بالبلاك أند وايت، كل ما هتكون في دماغك فكرة عاوز تطبقها في الصورة بتاعتك. طيب، هل ده متوقف فقط على الصور اللي أنا بصورها من التطبيق؟ لأ، ممكن من ألبوم هنا زي الصورة دي كده، وأضغط عليها، ومن هنا أقدر إن أنا أشتغل عليها. هي مش بلاك أند وايت، بس هي لما أنا حطيتها في التطبيق بقت بلاك أند وايت. طبعا الصورة دي لسه هتنزل على منصات التواصل، وتقدر تشتغل عليها، واللي انت عاوزه فيها هتعمله. بس انا شايف انه تطبيق مميز جدا تقدر انك انت تستخدمه. وبكده يا صديقي، نكون شرحنا الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يكون التطبيق عجبك، ولو احتجت اي سؤال ممكن تكتب لي في الكومنتات. ممكن تبعت لي على الانستجرام، احنا اخوات مفيش مشكلة يعني. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. انا اخوك يحيى، والسلام عليكم.